يا مصر. يا مصر. نعم يا ولادي، نعم، أنا مصر. أنا يا ولادي مصر. أنا يا ولادي مصر. أنا مصر. أنا مصر. هو صحيح يا مصر سد النهضة بتاع اثيوبيا ده هينشف علينا من كله؟ طمني قلوبنا يا مصر. شوفوا يا ولادي، مصر عمرها ما تكره الخير لحد. الشعب الأثيوبي تعداده 100 مليون نسمة، من حقه يعمل مشاريع تفيده وتخليه يعيش حياة كريمة، بس من غير ما يضرنا. وماله برضو ما قلناش حاجة، بس الأرض اللي احنا بنزرعها هتقيل. قبل ما أرد عليكم يا ولادي لازم تعرفوا حاجة مهمة. نعرف ايه يا بلدي؟ السد بتاع اثيوبيا عشان يشتغل ويولد كهرباء لازم يتملى الخزان، وده المفروض هياخد منهم 10 سنين. ازاي بقى؟ لأن حصتنا في المية هتنقص 15 مليار متر مكعب. الكلام اللي بيقولوه ده صح؟ مفيش حد قلبه على مصر. والمشاريع كمان ملهاش لازمة. لا يا بنتي حبيبتي، ده مش صحيح. كفاية بقى تشكيك. المشاريع القومية دي بتواجه أي مشكلة ممكن نتأثر بيها، وهم بيملوا الخزان في إثيوبيا. احنا صحيح ممكن نخسر 200 ألف فدان، بس رجالتنا السمر الشداد ولادنا هيزرعوا لنا 1.5 مليون فدان بالمية الجوفية وبطرق الري الحديثة. اتزرع منهم لحد دلوقتي 10,000 فدان في الفرافرة. بدأنا نوزع باقي الفدادين على ناسنا وأهلينا. يعني ممكن إخواتكم وصحابكم يشتركوا في مجموعة واحدة ويشتروا كام فدان يزرعوها ويحصدوا الزرعة بتاعتها ويكسبوا ويبقوا يسددوا تمنها على أقل من مهلهم. وكمان ما تنسوش إنهم بيعملوا مشروع قومي ل100 ألف صوبة زراعية عشان نزود إنتاج محاصيلنا الزراعية. الصوب دي تخلينا نزرع الخضار وشوية فاكهة طول السنة. كمان هنقدر نصدر منها ونزود دخلنا من الدولار ومن اليورو كمان. طب يا بلدي وكوباية المية مش هتنقص برضو؟ ما هو ولادي دريوا وعملوا لنا 8 محطات لتحلية مية البحر عشان كوباية المية ما تنقص. مش كده وبس، دول كمان بيزودوا محطات تحلية جديدة في الغردقة ومرسى مطروح وغيرها. بس يا بلدي بيقول السد العالي مش هيشتغل ومش هيطلع كهرباء. يا ابني يا حبيبي، انت عارف قد ايه الكهرباء ممكن تتأثر فعلا؟ اكيد كتير طبعا. لا مش كتير، حوالي 3% بس من انتاج كهرباء مصر هو اللي ممكن يتأثر. عشان كده الولاد عملوا محطات كهرباء جديدة في بني سويف والبرولوس والعاصمة الإدارية الجديدة. يعني إنتاجنا هيزيد من الكهرباء 50% مع نهاية السنة الجاية إن شاء الله. عاوز اقول على حاجة تاني، ولما المية اللي جاية من اثيوبيا هتجل مش السمك هيجلك برضك؟ يا محمد يا حبيبي، الكلام ده مش صحيح، وكده أو كده ما تقلقش. اخواتك عملوا لنا مزارع سمكية كتير في قناة السويس وفي كفر الشيخ، وكمان بيطهروا بحيرة البردويل والمنزلة وغيرها عشان نزود الثروة السمكية، وناس كتير تشتغل بدل ما يسافروا ويسيبوا مصر يسيبوا البلد. يعني نطمن يا بلدنا؟ أيوة نطمن، بس لازم نحافظ على كل نقطة مية، نرشد استخدامنا كمان. عرفتوا بقى المشاريع القومية دي فايدتها ايه؟ الله. المهم كل واحد مننا لازم يبحث، يدور، يتأكد بنفسه عشان يفهم صح، عشان نفهم كلنا صح. ده كده يبقى في امل وفيه كمان مستقبل.
طبعا يا حبايبي يا ولادي، بيكم انتم الامل وانتم المستقبل. وقد حققت الضربة أهدافها بدقة، وعادت نصور قواتنا الجوية إلى قواعدها سالمة بحمد الله. وليعلم القاصي والداني أن للمصريين درعا يحمي ويصون أمن البلاد. عاشت مصر وحمى الله شعبها العظيم. أين الجزء الرابع؟ أين الجزئية الخامسة؟ في كرة ولا أحلى. الله يا برازيل العرب، يتقدم بوتريكا، كرة هدف ولا أحلى، كرة للثاني، سقط، جول، انتم الامل وانتم المستقبل.